ربنا سايب كل الناس تعمل حاجات مش كويسة وفي الآخر بيوديهم الجحيم؟ ده سؤال حلو برضه وسؤال صعب. ليه ربنا سايب الناس ممكن تعمل حاجات وحشة وبعد كده هو عارف إنه هيوديهم الجحيم؟ ده سؤال صعب، بس عايز أقولك إن إجابته مش صعبة. ربنا زي ما ساب آدم وحواء واتفقنا قبل كده إنه لأنه بيحبهم كان لازم يديهم حرية، وإلا يبقى بيستعبدهم إن لازم يعملوا الخير، لازم يسمعوا كلامه ولازم يقعدوا في الجنة. لا، ربنا قال لهم انتوا بحريتكم حبايبي، وحذرهم وقال لهم إذا أكلتوا من الشجرة دي هتموتوا موت، وإذا قعدتوا معايا تعيشوا مبسوطين. كذلك ربنا عمل جوانا حاجة اسمها الضمير اللي بيقعد لما نيجي نعمل حاجة وحشة تلاقي إيه ده اللي بعمله ده أكيد حاجة غلط. وربنا كمان عمل لنا الكتاب المقدس علشان فيه بالظبط إيه الحاجات الصح وإيه الحاجات اللي مش صح. وكمان إحنا المسيحيين إدانا الروح القدس جوانا عشان يبقى صوته عالي قوي، الصح صح والغلط غلط. لكن اللي مصمم مش هيسمع الكلام ربنا مش هيقطع له إيديه ولا هيضربه، ربنا هيحاول يديله فرصة ويطول باله ويبعت له المستر بتاع مدارس الأحد يقول له ده غلط، ويسمع له وعظة تقول له ده غلط، ويبعت له ترنيمة جميلة تفهمه إنه ده غلط، وربنا يطول باله يطول باله يطول باله. عارفين زي مين مثلا؟ زي يهوذا كان ربنا عارف إن هو مش كويس، بس كانت الطريقة الوحيدة إنه ياخده يبقى تلميذه عشان يسمع وعظات كتير ويديله سلطان يعمل معجزات. انتوا عارفين إن يهوذا في وقت من الأوقات كان بيعمل معجزات، مش ال 12 تلميذ كلهم كانوا بيعملوا معجزات؟ أيوه. يهوذا كان بيعمل معجزات وكان ممكن بيعمد، التلاميذ كانوا بيعمدوا. طب ده مفيش أحسن من كده. أيوة، ربنا واخده معاه خصوصي قوي. ده ربنا كمان اداله الصندوق اللي بيشيلوا فيه التبرعات عشان يبقى معاه الفلوس ويدي للفقراء فيصعب عليه الفقراء، وبدل ما يبقى عايز يسرق الفلوس يسيب الفلوس ويصعب عليه الناس الغلابة. ربنا بيدي فرصة للإنسان ويطول باله جدا لغاية آخر وقت. يوم خميس العهد قال كده اللي هيغمس معايا في الأكل اللي معايا هو اللي هيسلمني. وبرضه يهوذا أكل ولا همه وراح اتفق مع الناس ولا همهم لغاية آخر وقت. جه في بستان جسيماني بيبوس بابا يسوع سايبه يبوسه، وراح سأله سؤال: لماذا أتيت يا صاحبي؟ قال له كده: لماذا أتيت يا صاحب؟ يمكن يفوق يقول ده أنا صحيح ده أنا صاحب ربنا، إزاي أعمل فيه كده؟ كان المفروض يفوق. ربنا مدي فرصة لأي حد شرير إنه يتوب، لكن لو صمم إنه ما يتوبش لازم ربنا يبقى عادل. ما ينفعش الميس في المدرسة تكون شايفة إن في واحد بيضايق دودو هتديله فرصة وهتقول له ما ينفعش كده وهتحذره وممكن تديله عقاب، بس لازم في وقت من الأوقات بقى تبعده، تستدعي بابا وماما وقول لهم بقى احنا كده هنمشيه من المدرسة، وممكن تمشيه فعلا من المدرسة لأن ربنا عادل. ففي وقت من الأوقات الناس اللي ظلموا ولاده والناس اللي عاشوا بخطايا كتيرة لازم هيبقى فيه أجر ساعتها، لكن ربنا مش عايز يودي حد الجحيم. خلي بالك من الحتة دي يا دودو، خلي بالك من الحتة دي يا جوجو. ربنا مش عايز يودي حد الجحيم. انتوا عارفين ربنا خلق الجحيم ده ليه؟ مكتوب كده في الكتاب المقدس الجحيم ده معد، يعني ربنا سمح انه يبقى موجود علشان إبليس والشياطين بتوعه، لكن البشر ربنا هيبقى قاعد متضايق جدا لو في حد رايح الجحيم. ولو نقدر نتخيلها كده يوم القيامة لما يبقى في ناس رايحين الجحيم كأن ربنا بيبكي عليهم ومتضايق جدا، زي أب حنين ولاده مصممين يفتحوا الباب ويخرجوا بره البيت، مصممين يمسكوا الموبايل ويعملوا حاجة وحشة، مصممين في الفسحة يخطفوا حاجات لما يجي الأخبار دي بقى بابا يبقى متضايق. ليه بس بيعملوا كده؟ مش يبقى فرحان فيهم إن هو هيعذبهم، مش فرحان فيهم طبعا، هيبقى متضايق. صح. فربنا يا حبايبي صحيح في شر في الدنيا، لكن هو سايبه عشان نطول باله عن الناس دي تتوب، لكن إذا ما تابوش لازم يبقى في عقاب طبعا، وإلا يبقى ظالم، يبقى سايب الناس تفتري وتسرق وتقتل وتاخد حاجات مش بتاعتها، والناس اللي بتتظلم دي ربنا ما بيجيب لهاش حقها. لا، بعد الموت لازم هيبقى في ثواب للناس اللي سمعوا كلام ربنا وعاشوا بحسب وصية ربنا، وفي عقاب للناس اللي ما عملوش وصية ربنا وبالعند أخطأوا في حق ربنا.